السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة سباجيتي بالبولاد تاع الفيونداشي. وصفة بزاف سهلة وبزاف بنينة. بلا ما نطول عليكم نمر لطريقة التحضير لهاد الوصفة. درت حبة بصل متوسطة الحجم في كاسرون مع شوية زيت، الزيت ما يعادل 2 مغارف كبار. بقيت نحرك فيهم على نار تكون هادية. بعد ما ذاب لي شويه هذاك البصل زدت شويه الملح، نص مغرفه كبيره ملح، حركتهم مليح وزدت عليهم لي بولات تاع الفيونداشي. لي بولات تاع الفيونداشي تديروا حسب الرغبه تاعكم. انايا درت 6 حبات صغار. بعد ما تقلى شويه هذاك الفيونداشي زدت نص مغرفه كبيره راس الحانوت مع نص مغرفه كبيره بابريكا. انا البابريكا صنع منزلي يجي بنين كتر. زدت عليهم شوية الاعشاب مخلطين. بالنسبه لهاد الاعشاب ماشي ضروريه تقدروا ديروا الرند في بلاصتهم. انايا ما كانش عندي الرند درت هادو، بصح كي يكون ندير الرند خير. بعدها زدت الزيتون اللي كنت قطعته دوائر صغار مع 2 فصوص ثوم ولا 3. حركتهم هكاك شويه وخليتهم تقلاو على نار هاديه. بعد ما تقلاو لي زدت مغرفه كبيره هريسه. اللي ما عندهاش هريسه تدير طماطم مصبره مع حبه طماطيش كبيره اللي كنت رحيتها. حركتهم مليح وغلقت عليهم، خليتهم هكاك يطيبوا شويه برك، وكنت مره على مره نحركه. بعدها بعد ما طابوا لي شويه مرقت بالماء اللي يكون سخون. الماء ما ديروش بزاف. بعد ما درت الماء خليت لاصوص تاعي طيب على غرضها على نار متوسطه. بعد ما طابت لي هذيك لاصوص درت سباغيتي اللي كنت غليته في الماء. حركته مليح وغلقت على الكاسون تاعي باش هذاك سباغيتي يشرب لي شويه من هذيك لاصوص. بعد ما طاب لي طفيت النار ونشوفوا النتيجه في طبق التقديم. هاي لك النتيجة النهائية. وصفة سهلة وبزاف بنينة، ننصحكم تجربوا الوصفة، ما راحش تندموا. اللي جرب الوصفة يخلي لي كومنتير. وصفة رائعة وبزاف بزاف بنينة. دوك وصلت لختام الفيديو، نقول لكم شكرا على المتابعة. ما تبخلونيش بجيم وكومنتير باش تشجعوني، واشتركوا في القناة وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد.